دايما بنقع ما بين اختيارين: الصح والغلط، الخير والشر، الحلال والحرام، الجنة والنار. دايما الاختيارين قدامك، اختيار فيه متعة الغواية ولذة الحرام، واختيار فيه صعوبة الالتزام، اختيار فيه إرضاء للشيطان، واختيار فيه إرضاء لنفسك ولأهلك ولربك. حدثتنا النهاردة عن فيلم صلاح أبو سيف، شباب امرأة. وقبل ما نبدأ، ما تنسوش الاشتراك في القناة وإنكم تدعمونا باللايك. بتبدأ الحدوتة من عند الأم اللي بتبيع أغلى ما تملك، البهيمة، مصدر الثروة وأكل العيش في الحياة القروية البسيطة، وبتجر حبل البهيمة على الأرض كأنها بتجر حسرتها وأملها المجهول في بناء ثروتها الجديدة، ثروة الابن. القروية اللي حلم الوظيفة وإن ابنها إمام يبقى إمام أفندي، الحلم البسيط الطبيعي في الوقت ده من حياة مصر، مع نصايح الأهل عن الحياة في قاهرة المعز، والمحاذير اللي إمام لازم يبعد عنها على قد ما يقدر عشان يركز في حلمه وبس. بصش للي لابسه مجور ولا اللي لابسه قصير فوق ركبتها، هم دول الملعب. المدينة دايما باب لمعرفة جديدة، باب لحياة جديدة مغرية على كل المستويات، إغراء المنظر وإغراء العلم وإغراء الغواية. بيعرض صلاح أبو سيف أول رؤية لإمام للمدينة على الحنطور إنها رؤية مشوشة، باهتة، مخضوضة من العالم الجديد اللي بتتفتح عليه. إمام اللي شايل معاه ثقافة متأصلة وتربية محافظة بيوصل لعالم منفتح، عالم أوسع منه، بس هو بيحاول ينفذ وصية أمه، بيحاول يتجنب العالم ده، العالم السريع في وقته، بيحاول يجاري سرعته بس في الحاجات اللي هو محتاجها منه. شخص ما عندوش مشكلة انه يمشي على رجليه ساعة في سبيل انه يوفر قرش ساغ عشان يقدر يتعلم. شخص متقشف في سبيل رغبة امه في انه يصبح امام افندي. اول ما يصطدم بناس المدينة بيصطدم بحسبه، عبد الوارث عصر، الاستاذ اللي من امتع الشخصيات اللي موجودة في الفيلم، ويصطدم معاه بالبغل اللي عينه متغمية، اللي بيدور في السرجة ليل ونهار، اللي هيبقى فيه اسقاط في وقت من الاوقات على شخصية امام. حسبه شخصية غريبة، هو الشخص اللي اتلوث بوسخ الدنيا بس في نفس الوقت بيحاول يلاقي الطريق اللي يرده، لكن طول ما شفاعات موجودة الرجوع صعب. شفاعات هي مفتاح كل شيء، الأنثى المسيطرة اللي قادرة تتحكم في كل شيء حواليها بمالها وجمالها، حتى مهما كبر سنها لسه أنوثتها قادرة تتغلب على كل اللي حواليها، اللي بعد جبروتها ورغبتها في طرد إمام من الأوضة، أول ما بتشوف شبابه وعافيته بترجع في قرارها ورغبتها في إنها تستنزف شبابه. القروي الساذج في مواجهة العالم الجديد، في مواجهة الغواية متجسدة في امرأة، الشخص الملتزم المصلي اللي بيصحى من الفجر يصلي ويذاكر، اللي التزامه مصدر إزعاج لشفاعات، بيحاول بكل الطرق إنه يتغلب على سيطرة شفاعات، وبيحاول يتمسك بعهد أمه اللي بيت الشرنوب إسماعيل هو البيت اللي بيحاول مهما كانت غواية شفاعات بتحاول تتحكم فيه إنه يحاول يرجعه لأصله. بس الظاهر إن الغواية كانت أقوى من إمام، سيطرة الأنثى كانت أقوى من إيمانه. الشخص اللي مقدرش يسيطر على رغباته وينجرف في طريق شفاعات ويبقى تحت إيديها يتحول حرفيا للبغل اللي متغمية عينيه، يتحول لبغل تحت إيد شفاعات اللي تستنزف طاقة البغل في الشغل زي ما بتستنزف طاقته، اللي بتستغل سذاجة البغل في الشغل وسذاجة إمام في الحياة. بيستمر الوضع على نفس الوتيرة، بس دايما كان فيه الأشخاص اللي بيحاولوا يرجعوا أمام للطريق زي عم حسب وسلوى، وكل ما يحاول يخلع ويرد للطريق يلاقي إن الغواية كانت أقوى منه. هل شفاعات كانت بتحب إمام؟ أكيد لأ. إمام كان بالنسبة لها رمز للشباب اللي هي محتاجاه، بس في لحظة تحول من كونه رمز للشباب إلى ملكية هي شايفة إنها الوحيدة الأحق بيها، لأن الموضوع تحول من تبادل منفعة لرغبة في التملك. عشان كده هي كانت بتحاول تبوظ أي خطة بيحاول بيها إمام إنه يفلت من تحت إيديها، وبتحاول تفكره بفضلها عليه. فكان إمام رجله وقعت في طريق صعب عليه إنه يتحمله أو يخرج منه. الملكية دي خلت شفاعات بدل ما هي كانت في علاقة عابرة تقدر هي بنفسها تخليها عابرة وتخلي إمام يروح لحال سبيله، لرغبة في تلويث آخر ما تبقى من إمام وهي علاقته بكل اللي حواليه، وفي نفس الوقت
تخرج نفسها من كون عاهرة زي ما إمام قال لها لزوجة ولإمام نفسه وغصب عنه، عشان تثبت ملكيتها ليه وقدام أهله وتقضي على آخر ما تبقى من أمل لأمه فيه. نقدر نقول إنه الجهل في مواجهة العلم، والخير في مواجهة الشر، والحلال في مواجهة الحرام، هي علاقة تحتمل كل الضديات. عشان كده هي علاقة اختيار وقوة. يا ترى أنت كشخص هتقدر تكون قوي في اختيارك وصح في اختيارك؟ على مستوى التمثيل، تحية كاريوكا وعبد الوارث عصر كانوا واخدين الفيلم لحسابهم كقوة وكتمثيل وكحضور. تحية كاريوكا هي شفعات بنظراتها وكفيزيكال وحتى بصوتها، لأنه مع إنه صوت أنثوي وفي إغراء الأنثى، إلا إنه صوت قوي قادر يبين لحظات الأنوثة ولحظات القوة، لحظات صاحبة السرجة والزعيق والأوامر، ولحظات البكا، ولحظات حتى تمثيل البكا. أما عبد الوارث عصر فهو الأستاذ اللي هو تحت رجلين شفعات، وفي نفس الوقت معجب بالتزام إمام، اللي كان نفسه إمام يبقى طريق الإرشاد ليه، اللي كان بيحاول يكون الطريق اللي إمام هيبعد بيه من قدام شفعات. وبالنسبة له أنا كده اتلوثت خلاص، أما إمام فلسه نضيف، لدرجة إنه عشان يحافظ على ما تبقى من إمام بيضطر يقتل شفعات وبالبغل الأعمى عشان يرجع الأمل لإمام. كلنا في الهوى عباسية. أنا بحبك وأنت بتحبيه وهو بيحب واحدة تانية، مالك وماله، ما تيجي نلم شملنا ونجدد الذي مضى. لكن شكري سرحان فبصراحة أنا عندي مشكلة معاه في الدور. هو ما كانش مؤذي بالنسبة لي، بس أنت الحدوتة نفسها، أنت الحلم اللي بيتبني في الفيلم وبيتهد. فمن أول لحظة في الفيلم، في مشهده مع فردوس محمد وتون الصوت الغريب اللي كان بيتكلم بيه وأنا مش قادر أفهمه، هو ده بصراحة مجرد رأي. وبرضو على جمال شادية وبساطتها، فهي اسمها اتحط أول اسم في التتر لأنها شادية. هل هي كانت مؤثرة؟ أكيد لأ. وهل المثالية اللي كان فيها بيت شرنوبة أبو إسماعيل دي حقيقة وبالجمال ده؟ مش عارف. وجود البيت ده أو شخصية شادية بالذات هو إبراز لحالة التضاد، وعشان يكون في طريق تاني واضح قدام إمام مش أكتر. صلاح أبو سيف من المخرجين العظام في تاريخ السينما العربية عموما، وشباب امرأة تحفة خالدة، وفعلا بقى مراية لعلاقة أي شخص بالمجتمع الجديد اللي هو ممكن يكون جواه، مجتمع المدينة. إنك تشوف اختياراتك وتشوف أنت محتاج إيه من المكان اللي أنت هتعيش فيه، وما تستسلمش لأي إغراء. مش لازم يكون إغراء الأنثى، ما تستسلمش لأي إغراء من أي نوع. يا ريت لو عجبكم المحتوى اللي بنقدمه ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك، وأكيد هستنى رأيكم وأفكاركم حوالين الأفلام اللي بنتكلم عليها. سلام عليكم.